الإيجابية هي إكسير النجاح. عمرك أبدا ما هتلاقي حد إيجابي وفاشل. في ناس كتير ما بتعرفش إزاي الإنسان يقدر يكون إيجابي، إزاي الإنسان يقدر يفكر بإيجابية أو يتصرف بإيجابية، إزاي يقدر يتبنى مبدأ إيجابي ويطبقه في كل أمور حياته. وفي الحقيقة الإيجابية هي مهارة زي باقي المهارات اللي بنقدر نكتسبها بالتعلم والتطوير المستمر. الإيجابية بتندرج تحت عاملين أساسيين، وهما طريقة التفكير وطريقة التصرف، والاتنين قابلين للتغيير والتطوير. وهنا نقدر نلخص الإيجابية بإنها مزيج بين طريقة تفكير الإنسان وطريقة تصرفاته. الرئيس الأمريكي السابق إبراهام لينكولن قال حكمة كويسة قوي. الحكمة دي بتقول إن الإنسان بيحس بالسعادة بقدر ما هو مستعد ليها، ولو معرفتش إن اليوم اللي انت عايشه النهاردة هو أفضل أيام حياتك، فأفضل أيام حياتك هتفوتك. في قصة قديمة بتحكي عن واحدة كانت متزوجة وعايشة في قرية صغيرة، وكانت بتعاني في عيشتها مع حماتها، لأن حماتها كانت ست متسلطة وعصبية ودايما بتنتقدها. وبالرغم من كل ده كانت الزوجة بتلبي كل طلباتها. فضلت الزوجة صابرة على الوضع ده لحد ما زهقت، فراحت تشتكي لصديق والدها اللي كان بيشتغل عطار، فطلبت منه إنه يديها مستخلص سم من العطارة عشان تتخلص من حماتها للأبد. فكر الراجل شوية وبعدين رد على الزوجة وقال لها: أنا هساعدك، لكن بشرط إنك تسمعي كويس للكلام اللي هقولهولك وتنفذيه بالظبط. ودخل العطار لغرفة صغيرة في المحل، وبعد شوية خرج ومعاه علبة نقط صغيرة، وطلب من الزوجة إنها تحط كل يوم نقطة واحدة في الأكل اللي بتقدمه لحماتها، لكن بشرط إنها تغير موقفها من ناحيتها تماما عشان حماتها ما تحسش بأي حاجة ناحيتها. ووصاها وقال لها إنها لازم تكون كويسة معاها وتتعامل معاها برقة ولطف، وتبقى صاحبتها وتنفذ كل طلباتها وما تتخانقش معاها أبدا. فرحت الزوجة جدا ونفذت كل تعليمات العطار بالظبط. وتمر الأيام، وبعد 3 شهور حست الزوجة نفسها في غاية السلام مع حماتها، وبقت حماتها بتحبها وبتهتم بيها زي بنتها. ولما شافت الزوجة التغيير اللي حصل لحماتها، راحت للعطار وفضلت تترجاه إنه يديها أي حاجة توقف مفعول السم اللي قعدت تديه لحماتها لمدة 3 شهور. وهنا ابتسم صديق والدها العطار وقال لها: أنا ما اديتكيش سم ولا حاجة يا بنتي، كل اللي كان في علبة النقط ده كانت مية. السم كان موجود في عقلك وفكرك، كان موجود في طريقة تعاملك معاها، ووقف مفعول السم لما غسلتيه بالحب والمودة والرعاية. الخلاصة من القصة دي إنك لما تتخطى المشكلات الخطيرة في العلاقات، اوعى تفتكر الأوقات الصعبة، فكر في الحاجة الإيجابية اللي طلعت بيها من المرحلة دي. اوعى تفكر في المعاناة اللي قابلتها، لكن فكر في رحمة ربنا اللي خرجتك من المشكلة. وبص للعالم على إنه عالم مليان بالخير، مليان بالموارد والفرص اللي تكفي كل الناس. واعرف كويس إن ربنا خلقنا وخلق جوه كل واحد مننا طاقات هائلة من الخير. لو وثقنا في نفسنا وقدرنا نخرج الخير ده، هنقدر نخلي حياة الناس جنة على الأرض. وفي الختام، سلام.